لا شيء سوى الصمت موحش، ولحظات الانتظار ميتة تقتل كل أمل تدق الساعة، ويرتجف قلب هذا الطفل الصغير، وعينيه البراقة لا تزال في انتظار شفاء والدته، ويبدو أن قلبه الصغير يحمل حظنا من الدعاء والرجاء إلى باب رحمة الله تعالى. من مدينة بصرة وسط الصيف الحار المحرق بطول الصحاري الجنوبية العراقية، من الإحباط إلى الأمل يشق طريقهم، ومن اليأس إلى الأمل والتفاؤل. كم هو صعب الاعتقاد بأن أبواب العلاج قد أغلقت كلها، وأخبروك أنه إذا خضعت للعملية الجراحية فإن 1% فقط هو نسبة نجاحه، ولكن الله وحده يعلم كيف يظهر الأدلة والعلاج لعباده. لذا فإن هذه العائلة من طريق أحد أقاربهم الذي أجري له عملية جراحية ناجحة في برج سمارت الصحي، وأعطاهم عنوان البرج، وبعون من الله وأملا بأطباء سمارت يزداد آمالهم ويشقون طريقهم نحو مدينة السليمانية. بعد وصولهم لبرج سمارت الصحي ورؤية المريضة وإجراء فحوصات دقيقة وعلمية، قرروا إجراء عملية جراحية بكامل الثقة والقبول. ولكي لا يقطعوا طول الطريق المحرق لبصرة عدة مرات، في نفس الليلة أجريت العملية الجراحية بنجاح، ولم يظهر أي أعراض السلبية التي قيل لهم في السابق. السلام عليكم، أنا محمد من محافظة البصرة. فطلعت ورمة عز زوجتي بهذا المكان بالتحديد، كيس كلش كبير بسرعة يعني بدأ يكبر، فراجعت بها بالبصرة أكثر من دكتور، فردت يجرون العملية على مود يعطوني نسبة نجاح، ما اعطوني نسبة نجاح 1% ماكو. فياهل اروح له، قال لي صايره على العصب السابع، اذا سوينا العمليه يصير حلقها يعني هيك يصير مثل دوره بحلقها. فانا ما وافقت، بعثت اوراقها على اربيل على صديقي اشوان، فقال لي هاي سهله يعني. قلت له شلون انا خايف كنت من العمليه وهاي. قال لي دكتور في مستشفى اليمانيه، دكتور عبد الواحد التيم مالته مستشفى سمات. فانا جيت نفس اليوم يعني ما شاء الله، سوى فحوصات، سوى تحليل للعمليات رأسة. طولت العملية حوالي وقت 4 ساعات، والحمد لله طاني نسبة نجاح 98%، والحمد لله والشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور عبد الواحد محمد صالح، أخصائي جراحة أورام الغدد الليمفاوية والغدة الدرقية وأمراض الغدة اللعابية. أعمل حاليا في سمارت ومساعد بروفيسور في جامعة السليمانية. ليس من المستغرب أن يأتينا مرضى من كافة أنحاء العراق الحمد لله، ولكن جاءني مريضة من بصرة قبل أيام، كانت تشكو من عقدة في الغدة اللعابية، وجاءت مرتبكة وكأنها خافت من الإذن الذي أخذوها للعملية بانحراف الوجه ومضاعفات العملية، وكان من حقهم أن يأخذوا هذا الإذن الذي نحن نسميها الكونسنت، لأن كانت ورم حسب الMRI كانت كبيرة وممتدة إلى العمق، لأن غالبا 80% من العقد التي تحصل في الغدة النكافية يحصل في السطح، ولكن هذه كانت عميقة. فطيبنا خاطرها والحمد لله سهلنا لها الموضوع. والأغرب من ذلك كانت لدينا قائمة بعد دقائق، وكانت هي جاهزة بكل معنى الفحوصات والأشياء التي تريدها قبل العملية، فطلبت منا ألا تذهب بعد ذلك إلى البصرة وترجع مرة ثانية، فأجرينا لها العملية في نفس الوقت الحمد لله بعد سويعات، والعملية كانت ناجحة بفضله ومنه، ولو أن العملية كانت صعبة لأن أعصاب الوجه التي تتحكم في توازن الوجه
كانت داخلة في فصي الغدة النكافية، كانت فيما بينهم، والله سبحانه وتعالى حفظها من كل مكروه. وبعض المرات يحصل حتى انحراف الوجه بشكل مؤقت، حتى هذا لم يحصل معها. فبالنسبة للخدمات في المستشفى فالحمد لله خدمات كلها ممتازة ودرجة أولى، علاج درجة أولى، دكاترة درجة أولى، نظافة ما شاء الله، يعني كله تمام. فاللي أنصح كل شخص لا يروح لغير مكان، يجي لهذا المستشفى، والله يعني مستشفى تمام وزينة كل الزينة. فالعملية كانت ناجحة بفضله ومنه، وخلال 24 ساعة من حضورها إلى مستشفى سمارت أجري لديها اللازم والعملية، وخرجت على تمام الصحة والعافية والحمد لله. والعملية كانت ناجحة وكانوا راضين عن أداء وخدمات المستشفى. كل الفضل لله سبحانه وتعالى، والحمد لله الله سبحانه وتعالى أعطانا خبرة في هذا المجال، بحيث لدينا المئات من الغدد اللعابية لم يحصل فيها شيء من المضاعفات ولحد الآن، ورتبنا الحمد لله بحثا بذلك وأرسلناها إلى المجلات الرصينة في الدول الأوروبية. وعائلتهم كانت فرحة وسعيدة بسبب نجاتهم من هذه الأزمة الكبيرة والمخيفة. والحمد لله مرة أخرى أعيدت البسمة والفرحة إلى وجوه هذه العائلة.